الزمالك البطل يا جماعه. الزمالك دايما يمرض ولا يموت. هو ده الزمالك، دايما بيفاجئك في اوقات صعبه جدا. النهارده المباراه اللي اتفرج عليها هيعرف ان احنا النهارده كنا بنلعب ضد الحكم، بنلعب ضد الظروف للعيبه اللي اتصابت في الملعب، بنلعب ضد فريق من اصعب الفرق اللي موجوده في مصر، اذا ما كانش اصعبهم. حاليا بيراميدز اقوى سكواد في مصر، اقوى تيم في مصر، بيلعبوا بجماعيه، عندهم كم افراد مؤثره. ايه ده؟ عواد يا عواد، عواد دايما ربنا بينصفه، دايما ربنا بيقف معاه، يبقى بعيد ما بيشاركش، الناس ضده ومش عايزين يقعد في الزمالك ويقول لك يمشي ونبيعه. النهارده عواد هو اللي بيأهلك للنهائي، بيأهلك للنهائي بعواد اللي بقاله كذا شهر ما لمسهاش، اللي الاداره شويه تقول لك انا عايز ابيعه وشويه تقول لك لا ده جون ادوارد اللي عايز يبيعه. هو ده عواد اللي دايما صبحي يفلسعك في النهائيات ويخلي عواد يلبس. طيب يعني انا بس لو هخلي عواد عشان الماتشات دي انا هخليه، والله العظيم. عواد في الاوقات الحاسمه دايما بتلاقيه ما شاء الله عليه. يا جماعه انا مش عايز اسمع حد بعد كده ينطق يقول انا عايز ابيع عواد، محدش ينطقها بجد، لان انتوا بتهرجوا. لولا عواد النهارده في كوره في الماتش صدها بجد. ايه بقى النهارده؟ ضربه جزاء صدها، خليتك تاخد الماتش. هيعمل لك ايه اكتر من كده الراجل؟ مع انه كان بعيد وقعدنا نقول ونهاتي مع المدرب اللي فات. يا جماعه ادوا الناس فرصه، يا جماعه ادوا عواد فرصه. الحمد لله عواد يعني مش عارفه اقول ايه، بيدي درس للاداره. مش بس عواد النهارده، انا عاجبني المدرب النهارده. ليه بقى؟ يمكن عشان كده ربنا كرمنا والله. النهارده يا جماعه عواد في حراسه المرمى. ليه؟ لانه يستحقها، مع احترامي لمهدي سليمان، مع احترامي ماشي، بس عواد اولى. عواد عنده رصيد عندنا في النهائيات قدام الفرق الكبيره، عنده ولا ما عندوش؟ عنده. فقرار يحترم من احمد عبد الرؤوف. تاني قرار لاحمد عبد الرؤوف استبعاد حسام عبد المجيد من المباراه، مش استبعاده خالص، لا خلاه في السكور بس في الدكه احسن. حطيت الونش جنب اسماعيل، مالها الثنائيه زي الفل. النهارده الدفاع احسن حاجه في المباراه، في التزام دفاعي عجبني ما شاء الله. 10 من 10 النهارده كل لعيبه الدفاع كلها. كان بيجي لنا وقت كده لخبطه وتحس عشوائيه، بس على مدار المباراه اللي اتفرج هيعرف ان الدفاع شال الزمالك النهارده، شاله من اول بقى الونش، محمد اسماعيل، فتوح، وعمر جابر. انا معاك، عمر جابر على المستوى الهجومي ما كانش كويس، بس على المستوى الدفاعي كان كويس. ليه؟ لان هو واخد تعليمات من احمد عبد الرؤوف انه يا جماعه الباكين ما يجازفوش في الهجوم. ليه؟ لان احنا بنقابل فرقه منظمه جدا، فرقه هجومها يعني صاروخ. الشيبي يا جماعه ده يعني محمد حمدي، قطه، الناس دي كلها يعني ايه دول اصلا؟ وقفهم منين دول؟ عاش قوي. ناصر ماهر النهارده يا جماعه عالمي، خصوصا الشوط الاول. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ جمدان. مبروك النهارده. الزمالك دي مش لعيبه، دول ابطال في ظل الظروف اللي احنا بنواجهها اللي زي الزفت. كل اللعيبه النهارده بتأدي بروح. تخيل انا لما شفت سيف فاروق جعفر نازل قلت يا اخي منزل مين يا اخي؟ طب والله العظيم كرة اتقطعت منه بيقاتل، مع انه عيل قليل كده بس بيقاتل عليه. عجبتني اللقطه. انا عايزه ده، انا قلت انا عايزه 11 مقاتل في الملعب، انا مش عايزه لاعب. حصل جميل جدا، جميل قوي. النهارده الزمالك بيدي درس
لكل اللي قللوا منه قبل المباراه، صح؟ كل الناس قالت لك ايه امبارح واول قالت لك بيراميدز بالثلث، بيراميدز الاقوى، المستقر اكتر، الاحسن فنيا، الاحسن بدنيا، ما فيش حاجه ناقصاه. احنا عندنا غيابات، ودلوقتي الناس اتصابت، انا مش عارفه احنا هنقابل مين من الاهلي اصلا. يعني النهارده في كم اصابات وغيابات هتلاقوها على فكره في ماتش الاهلي. حاليا انا مش عارفه احنا هنلعب بمين في ماتش الاهلي، بس انا عجبني فكره ان انت عايز تكسب وكسبت. طالما انت عايز وبتقاتل وبتعمل اقصى حاجه عندك، الجمهور هيسقف لك، وحصل. جميل، عالمي. طيب النهارده سيف الجزيري ضيع حته انفراد، طبعا كلنا شتمناه بعدها اكيد، بس عوضها وجاب ضربه الجزاء. اي نعم، انت لو كنت جبت الانفراد يا اخي ما كنتش خليتنا نحرق دمنا في ضربات الجزاء، وكنتش حطيت لود على عواد. بس عواد طبعا في الميعاد، عواد دايما في الميعاد يا جماعه. عواد رقم 1 يفضل في الزمالك، بعديه اي حد يمشي عادي. تمام. وعلى فكره ايا كان اللي هيحصل في النهائي، عواد النهارده انقذك ولا لا؟ لولا كنت هتكمل اصلا ولا لا؟ ما كنتش هتكمل خلاص. فشابوه عواد، شابوه ناصر ماهر، شابوه كل لعيبه الزمالك النهارده بجد، وشابوه المدرب. شابوه ليه؟ لان عنده قرار. ليه؟ لان عنده شخصيه. تمام. جميل. مع انه غير طريقه اللعب النهارده في قبل المباراه. احنا ما بنلعبش بالطريقه دي، بس عجبني، انا عجبتني. تمام، جميل. في احسن من كده بس حلو كبدايه. يعني في شخصيه لاحمد عبد الرؤوف عن فيريرا، صح ولا لا؟ ده بيوريك يا جماعه لا بالسن ولا بالجنسيه ولا بالشهادات، في حاجه اسمها شخصيه ورؤيه. يا ريت نفضل على هذا المنوال لحد النهائي ان شاء الله، ونكسر الدنيا وناخد البطوله من قدام الاهلي ان شاء الله. الف مبروك لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك اللي كان عامل النهارده ملحمه